سلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ده بقى بيتي فور الإنقاذ. وصفة سهلة بسيطة اقتصادية، ما بتاخدش مجهود مننا ولا وقت، ببيضة واحدة من غير كيس حلواني ولا حتى مكنة بيتي فور، وشكله بيطلع حلو جدا وكيوت، يعني مش هتحتاجوا حتى مجهود في تزيينه. حقيقي حتى من سهولته وبساطته هينجح معاكم لو انتم مبتدئين في المطبخ. بس نركز في كام ملحوظة كده وأخطاء شائعة بنقع فيها، ودي اللي بتسبب فشل البيتي فور سواء فانيليا أو شوكولاتة. قبل ما نبدأ كده ضغطة صغيرة تشتركوا في القناة وتسيبولي لايك وتعليق حلو كده زيكم. ويلا بسم الله نبدأ. عاملة النهاردة مقدار صغير علشان يبقى كده منجز ويخلص بسرعة، لكن طبعا تقدروا تضاعفوا المكونات. 110 جرام من السمنة، يعني تقريبا نص كوباية. طبعا يفضل انها تكون طبيعي او اي نوع سمنة عندكم، بس يكون نوعها كويس وطعمها حلو. ده قوام السمنة، طرية بدوس عليها بسهولة هيت، لكن في نفس الوقت باردة. وعشان نوصل للقوام ده بنخرجها من التلاجة ونسيبها شوية في حرارة المطبخ لحد لما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. لو مش هنستخدم ميزان، سيحوا السمنة الأول قبل ما تعايروها. بالطريقة دي بتضمنوا ان الحجم مظبوط. هنبدأ الأول نضربها بأي مضرب عندكم، حتى لو مضرب يدوي، لحد كده لما تبقى كريمي. طبعا هي عشان طرية بيبقى الموضوع سهل جدا. هننخل بقى فوقها 45 جرام أو تقريبا تلت كوباية من السكر البودرة. من الأخطاء الشائعة إن إحنا ما ننخلش كل المكونات. حقيقي النخل ده بيدخل هوا، بيشيل الكلاكيع وبيفرق في قوام النواعم جدا جدا. طبعا أنا قلبت السمنة مع السكر الأول علشان هنضربهم، فلما يعني ما يطرش في وشنا. نبدأ بقى نخفقهم مع بعض كويس جدا لحد لما لونهم يفتح ويهيش. وطبعا ما بين كل فترة والتانية نجيب الاسباتولا ونلم كل بقى الحاجات اللي في الجوانب دي، ونتأكد انه كل الحاجات مختلطة، خصوصا كمان لو بتعملوا كمية كبيرة في العجان. من الأخطاء بقى ان احنا نوصل للقوام ده ونقول كفاية، يعني نكون بقى شغالين خفق دقيقتين تلاتة ونلاقيه بيضه كده ونقول كفاية. لا، مش كفاية، أنا عايزة أخفق على الأقل 10 دقايق، ربع ساعة. حقيقي بتفرق جدا. بصوا بقت قوامها عامل ازاي، كأنها بالظبط كريم شانتيه. المرحلة دي أهم خطوة في البيتيفور كله، لأن احنا بنعتمد على الهواء اللي دخل في الكريمة، هو اللي بيخلي البيتيفور هش. نزود بعد كده بيضة كبيرة بحرارة المطبخ، وده مهم جدا. هنقول كم معلومة كده كمان شوية بخصوص النقطة دي. رشة ملح ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ونضربهم لحد لما البيضة تختفي تماما. مش بنضرب كتير، يدوب بس كده المكونات تتجانس وتبقى ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه. طيب لو انا استخدمت بيضة باردة هيحصل ايه؟ الكريمة دي هتخرز. طب نعمل ايه؟ هقول لكم كمان شوية. دلوقتي انا يا دوب بس البيضة اختفت وبقت ناعمة كده. هننزل بقى بالدقيق. طبعا هننخله 150 جرام او تقريبا كوباية، بس كوباية ايه؟ مكبوسة. يفضل طبعا دقيق خاص بالكعك والبسكوت او دقيق النواعم اللي انا بستخدمه، هقول لكم عليه كمان شوية. بس خلوا بالكم لو هتستخدموا دقيق جميع الاغراض نسبة البروتين ما تعديش 11. ما بنضيفش كل كمية الدقيق، احنا بنخلي كده معلقة او اتنين على جنب، بنشوف اذا كنا هنحتاجهم في الاخر ولا لا. بلم العجينة، يعني بدخل الدقيق جوه الكريمة بالسباتولا، وما نبالغش في المرحلة دي، دوب بس كده تتكون معايا عجينة خلاص. قبل ما انسى بقى السؤال اللي قلت لكم عليه، لو احنا ضفنا بيضة باردة والكريمة خرزت معانا نعمل ايه؟ هاخد معلقة الاول من الدقيق احطها على الكريمة اللي هي حببت مني، واضربها بالمضرب لحد لما تنعم، وبعد كده ابدا اضيف الدقيق بالتدريج. ونصيحة مني بقى، وده خطأ شائع برضو، ان احنا بنستعجل ونضيف كل كمية الدقيق او نزود دقيق. انا عايزة بعد ما تتلم العجينة نركنها كده على جنب 5 دقايق. الدقيق بيحتاج وقت علشان يتشرب السوائل. بعد ال5 دقايق دول نشوف بقى قوام العجينة. المفروض ان هي تكون طرية وفيها سنة تلزيق بسيطة علشان اعرف اشكلها بسهولة. بحب جدا ان بيتيفور الشوكولاتة يبقى طعم الشوكولاتة فيه قوي وغني جدا، علشان كده بعمله مقدار لوحده. نفس مقادير بتيفور الفانيليا والخطوات وكل حاجة، باستثناء ان احنا بنشيل من الدقيق 15 جرام، يعني تقريبا معلقتين معياريتين يكونوا ممسوحين، ونستبدلهم بنفس الوزن، يعني 15 جرام من الكاكاو الخام الغير محلى. بننخل الاول الكاكاو فوق الكريمة، وبعد كده نبدأ نزود الدقيق بالتدريج. لما بنعمل المقدار بالشوكولاتة لوحده بيبقى افضل بكتير من اننا ناخد جزء من عجينة الفانيليا ونضيف عليها الكاكاو. طبعا انا بعمل خلطة دقيق للنواعم، ودي قلتها قبل كده في فيديوهات سابقة، ولكن هنقولها مرة تانية عشان اللي بيشوفونا لأول مرة. اي نوع دقيق جميع الاغراض نشيل منه 120 جرام، يعني تقريبا كوباية، ونستبدلها بالنشا وننخلهم كذا مرة ونستعملهم بقى في اي وصفة.
القوام بالظبط زي بتاع الفانيليا، قوام طري مش بيلزق في الايد غير حاجة بسيطة ونقدر نشكله بسهولة. هو هنا كمان حتى تماسك شوية لان انا سبت العجينة 5 دقايق. كل اللي هنحتاجه قمع للتشكيل بمنتهى البساطة من غير أي تعقيد. دي الأشكال اللي أنا بستخدمها وهكتب لكم أرقامها. ماما حبيبتي ربنا يديها الصحة ويحفظها يا رب كانت دايما تعمل أحلى بيتي فور من غير لا مكنة ولا حتى كيس حلواني. الصواني مش مدهونة أي حاجة، بناخد حتة عجين صغيرة على قد القمع، نرفع ايدينا حاجة بسيطة عشان بس ندي مجال كده للوردة إن هي تنزل، وطبعا بضغط بشكل متعامد فوق الصينية. وكل ما زودنا الضغط كل ما حجم الوردة بيزيد. هنحتاج ان احنا نجرب كم مرة كده، وعادي جدا لو في وردة ما عجبتكوش شيلوها وارجعوا شكلوها تاني. لو انتوا مبتدئين يفضل ان احنا نحط وردتين من بيتي فور الفانيليا مع الصينية بتاعة بيتي فور الشوكولاتة، علشان يعني نعرف ان هي استوت مظبوط. مع الوقت والخبرة هتعرفوا من غير اي حاجة. بعد ما بنخلص تشكيل بايدينا كده نعمل ضغطة خفيفة في وسط كل واحدة علشان هنحط فيها المربى. اكتر مربى بتليق طعمها مع البيتي فور صراحة هي مربى المشمش، وبرضو بحب كمان مربى الفراولة. اهم حاجة ان المربى تكون ناعمة خالص، لو فيها قطع نضربها بالهاند بلندر لحد لما تبقى ناعمة بالشكل ده، ونحط نقطة صغيرة ما نكترش علشان المربى ممكن تفور وتبقى شكلها وحش في البيتي فوراية، يعني نقطة صغيرة خالص كده في النص. ومهم ان احنا ما نلزقش الوردات في بعض، يبقى في مسافة صغيرة كده لانه حجمه هيزيد شوية. بعد ما بشكل بيتي فور الشوكولاتة مش بحط فيه حاجة، انا بسويه وبعد ما بيبرد خالص ابدأ بقى ازينه بالشوكولاتة الدايبة. بنشغل الفرن قبل التسوية بحوالي 20 دقيقة على درجة حرارة 170 لو فرن عادي، لو فرن مروحة تبقى على 160. بنحط الصواني في الرف الأوسط وبنسيبها لمدة 15 ل 20 دقيقة، وكل 5 دقايق مننساش ان احنا ندير الصواني علشان تاخد تسوية مظبوطة. البيتي فور بعد ما بيخرج من الفرن بيكون هش وضعيف ممكن يتكسر مننا بسهولة. نسيبه يبرد خالص ويتماسك وبعد كده نبدأ نحطه في علب محكمة الغلق علشان نحافظ عليه فريش لأطول وقت ممكن. في فيديوهات كتير عن البيتي فور عملتها قبل كده وفيها معلومات مهمة ومفيدة جدا هتعجبكم. شوفوها وقولوا لي رأيكم. وبس كده، أشوفكم على خير، سلام عليكم.